على إعطائه ومنعه، يخير للعبد وإن لم يشكره، ويستر الجهل على من يظهره. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي استغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص من لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، أضاءت به الدنيا فعاش موحدا، وغاب عن الدنيا وما زال سيدا. عليه صلاة الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل صلاتنا على نبينا شفيعة لفقيهنا ورفعة لدرجاته ودرجاتنا. آمين آمين آمين. أما بعد، أحبتنا في الله، جزا الله أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد خير الجزاء على هذه الكلمات العاطرة التي نحسب أنها خرجت من قلب صادق فلامست قلوبا طيبة. نسأل الله أن ينفعه وينفعنا بما علمه، اللهم آمين. والكلام عن شكر النعم أمر يحتاج إلى بسط في الوقت، فإن الكلام عن شكر النعم يحتاج إلى شكر للنعم. كون إن احنا نتكلم دلوقتي أصلا عن شكر الله ونعم الله، دي لوحدها نعمة تحتاج إلى شكر. كما كان داود، سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان من أكثر الأنبياء الذين يتعبدون لله بنعمة الشكر. وكل الأنبياء شاكرون، كل الأنبياء شاكرون، لكن كل نبي كان يتميز بشيء من الأمور التي تميز بها نبي الله داود، نعمة الشكر. ومع ذلك كان دائما يقول: رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. كل ما ربنا وفقك انك تكون شاكر لنعم الله، صابر على قضاء الله، دي لوحدها تحتاج الى شكر. سيدنا داود ينفذ كلام الله حين قال له: اعملوا آل داود شكرا، قليل من عبادي الشكور. فكان سيدنا داود يتفنن في استخراج نعم واكتشاف نعم لله سبحانه وتعالى. يعني مما روي عنه: رب كيف أشكرك ولك علي في كل شعرة نعمتان. اسمع وصل على النبي. أنا أشكرك إزاي؟ لو أنا حبيت أشكر نعم ربنا، عشان أنت ليك يا رب عليها في كل شعرة نعمتين: أن لينت أصلها وطمست رأسها. يعني تخيل إن الشعر ده مش لين كده معاك، إن هو كده صلب. الإنسان اللي يسرح شعره معور. لينت أصلها، الشعر أصل الشعر من جوه مرن لين. وطمست رأسها، الشعر الثاني معاك ما يبقاش صلب كده عامل زي الإبر. فشوف الراجل بيفكر لدرجة إن هو بيسرح شعره، حس بالنعمة ديت. عشان كده ربنا قال: وإن تعدوا نعم الله، لا، وإن تعدوا نعمة الله. العلماء قالوا: لأن في كل نعمة نعم. النعمة الواحدة ما تعرفش تحصي شكرها أو عد نعمها، فما بالك بنعم الله. وقد أحسن من قال: هو أن يذكر الإنسان بشكر ربه. يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك؟ ومن الذي تعصي ويستر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟